فعن شرع الإله استفت دوما وأكثر من سؤال المصلحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما ما يتعلق بالسواك للصائم، إذا كان السواك يابسا ذهب أحمد والشافعي وإسحاق إلى استحبابه قبل الزوال وكراهيته بعد الزوال، واستدلوا بما يلي حديث علي رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. خرجه الدارقطني. وقوله صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة إلى استحبابه مطلقا، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. اختار ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى. وماذا بارك الله فيكم؟ استدل أيضا بحديث أبي هريرة مرفوعا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشقى على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، متفق عليه. وفي رواية عند غيرهما عند كل وضوء. وحديث عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوق وهو صائم، وهو حديث ضعيف في إسناد عاصم بن عبيد الله، وهو ضعيف. وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه النسائي وإسناده حسن. وهذا القول هو ترجيح الإمام البخاري في صحيحه وهو الراجح. أما الرد على أدلة المذهب الأول فكما يلي: حديث علي رضي الله عنه ضعيف في سنده كيسان أبو عمر القصار ليس بالقوي، ويزيد بن هلال غير معروف وقد ضعفه الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء. كذلك أيضا السواك لا يزيل الخلوف لأن مصدره من المعدة لا من الفم الذي يطهره السواك. ثم إن لسنا متعبدين بإبقائه. ثم إن على من ذهب إلى التفصيل بين قبل الزوال وبعد الزوال، تمام، يعني الدليل على هذا التفصيل. ومن المعلوم أيضا أن الخلوف قد يأتي على بعض الناس قبل الزوال، وقد لا يأتي لبعض الناس إلا قبل المغرب يسير، لتفاوتهم في الأكل والشرب والهضم. هذا كمسألة عقلية يعني. وأما إذا كان السواك رطبا فذهب إلى كراهية الشعبي وقتادة والحكم وإسحاق ومالك في رواية، وهو رواية عن أحمد الاحتمال يتحلل منه أجزاء إلى حلقه فيفطر. وذهب أحمد في رواية إلى أنه لا يكره به، قال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة. وروي ذلك عن علي وابن عمر وعروة ومجاهد، وهو ترجيح البخاري وابن حزم، وهو الراجح من عموم الأدلة، إلا أنه ينبغي أن يتحرز من الرطوبة في أول الأمر ولا لا يبلعها. والمسألة مبسوطة في الفتح والمحلى والمغني، وكذلك في الأوطار والشرح الممتع، مجموع شرح الفتاوى لابن تيمية. فهذا هو بارك الله فيكم أنه يجوز للمسلم أن الصائم يتسوك، ولكن ينبغي بارك الله فيكم أن لا يتسوك بسواك رطب حتى لا يكون ذلك سبب فطره. هذا والله أعلم، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد.